سبق لي شاركت معكم طاجين بالملج والصفرجل المعسل ولقى واحد الاقبال كبير، وقيل في الناس اللي اعترضوا قال لك حق ما حق اللحم. الصفرجل كيجي غير مع اللحم، يعني ما خاصكش ديري مع البيبي. اليوم راني غنديروا لكم مع الدجاج والطاجين كيفاش طلع وكيفاش جا بنين. كوليه فوق الشبعه. راه ما تصوروش الطاجين هذا كيفاش كيجي، خاصكم غير تتبعوه كيفاش درتو كيفاش عملت ليه. وطيبوا نتوما باغيين داكشي اللي كديروا، حيت الطبخ كيبقى فن وكيبقى ذوق. يعني ما يمكنش لك تجي طيبي شي حاجه وغادا تطلع لك هي ديك، واخا يكونوا عندك المقادير هما هادوك، واخا يكون عندك اللحم، واخا ما عرفت شنو يكون عندك، راه ما يطلعش لك داكشي هو داك. ولكن الا طيبتي واحد الحاجه بحب وانت باغا طيبيها راه غتجيك بنينه ولذيذه. كما كنقول لكم ديما السر ديال الطاجين هو ما نقليوش العطريه في الزيت، لحقاش كتحرق وما كتبقاش تعطينا داك المذاق. داكشي علاش درت في الطاجين غير الزيت.